عسلامة ومرحبا كل متابعين قناة يا ذا الياسمين. كالعادة قبل ما نبدأ في أي فيديو أو خبر جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، نطلب من متابعينا الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديدنا. اليوم باش نحكو عن خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هو خبر طلاق لجوز شخصيات معروفين بالكدا، حيث في بث مباشر للستريمر التونسي عزيز معروف، اللي معروف باسم عزيزوس، عن انفصاله الرسمي عن زوجته أمينة النايلي، حيث أكد العلاقة بيناتهم وصلت إلى نهايتها بعد فترة من مشاورة مع كل العائلة. وشارك عزيز هذا الإعلان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد عزيز في بث مباشر أن الانفصال لم يكن نتيجة خلافات، بل بسبب اختلافات في التوجهات أو التوجهات بينهما، مما جعل الاستمرار في زواجهم غير ممكن أو أمرا غير ممكن. وعلى الرغم من هذا الانفصال، أكد عزيز على أنه يكون كل الاحترام والتقدير لآمنة النايلي، وهو يعني يعتبرها امرأة، يعني حاجة كانت تجربة باهية في حياته، لكن الله غالب. آه نقولوا احنا ما الآراء مركبتش على بعضها. ويعتبر هذا الثنائي أكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. برشا مؤيدين لعزيز، وبرشا متأسفين، وبرشا آه، تعليقات سخرية، لأنهم شافوا أنه الكوبل هذا أصلا فاشل بطبيعته من أول الزواج، وكانوا ينتظروا أنهم وقتاش باش ينفصلوا. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نخليكم في وديعة ربي. عسلامة ومرحبا كل متابعين قناة يا ذا الياسمين.